اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. حبايبي من كل مكان، شرفتوني ونورتوني في فيديو النهارده. اتمنى بقى كده تنزلوا تحطوا لي لايك وتشتركوا في القناه لو اول مره تتفرجوا عليا جديد. فيديو النهارده بقى غير اي فيديوهات انا عملتها، وعايزه اقول لكم ان انا اول مره في حياتي ان انا اجرب التجربه دي واكون لوحدي كمان. عايزه اقول لكم برضو ان انا ما كنتش متوقعه خالص ان النتيجه ده تطلع معايا، بس الحمد لله يعني طلعت بقى ايه بستر ربنا. النهارده يا جماعه هنشوي سمك مع بعض، هنشويه على البوتاجاز. انا طبعا اول مره اصلا ان انا اشوي سمك، او ان انا يجي اصلا في بالي ان انا اشوي سمك. فماما قالت لي بقى علشان يكون سهل عليكي وكده، عشان انتي اول مره تشويه فخليكي تشويه على البوتاجاز، علشان الفرن طبعا موال، ولازم بقى طبعا ايه اكون متدربه قبلها، واكون عارفه انا هقعد على البوتاجاز على الفرن ازاي، قصدي هقعد على الفرن ازاي وكده، لان مش اي حد يعرف ان هو يقعد على الفرن وكده. فطبعا هي جابت لي صاجه وقالت لي حطيها على البوتاجاز، وجابت لي كده ايه شويه سمك كده صغيرين، قالت لي جربي فيهم. عايزه اقول لكم يا جماعه ان السمك الصغير دوت الجماعه هنا بيحبوه اكتر من السمك الكبير، واكتر من اي حاجه خالص. بيحبوا السمك اللي هو الصغير ده، بيحبوا يعني ان هم ياكلوه كده، وبالذات لما بيكون مشوي. هو اصلا السمك الصغير ما ينفعش اصلا غير هو مشوي. فطبعا كده اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. قلت لهم بقى ايه سيبوا لنا المهمه ديت، وسيبوني بقى اتعلم في شويه السمك دول. جبت الرده، الناس بقى اللي هي عارفه الرده ديت، جبت الرده وطبعا نخلتها عشان ما يبقاش فيها اي حاجه. وطبعا زي ما انتم شايفين انا اصلا حطها على الصينيه. فطبعا بقى كده زي ما انتوا شايفين انا جبت السمك. طبعا السمك اللي بيتشوى ما بيتغسلش الغسيل اللي هو فاهمين، يعني لو شطف شطفتين وبس على كده. وبعد كده جبت السمك بقى اللي هو معايا دوت، وحطيته في الرده وقلبته كام تقليبه كده. وطبعا كنت جايبه الصاجه وحطيتها على البوتاجاز ان هي تسخن قوي 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 لحد لما تحمر خالص. وبعد كده بعد ما عملت السمك في الرده وكده حطيته على الصاجه. تمام. طبعا زي ما انتوا شايفين انا طبعا كنت متوتره قوي، انا مش عارفه اللي هو انا خايفه ان يتحرق مني، وخايفه اللي هو ما يستواش في نفس الوقت. عايزه اقول لكم يا جماعه ان الموضوع دوت يعني ما طلعش سهل كده وخلاص، اللي هو سمك ما يتحمرش كده وخلاص، لا، لازم تكوني متاكده كويس ان السمك استوى من جواته، ولازم تكوني واخده بالك منه علشان ما يتشعوطش وكده، علشان اللحم اللي فيه ما يروحش. فالسمك اصلا صغير في يدوب، فما كنتش عايزه اللي هو انا شعوطه، وفي نفس الوقت عايزه اسويه كويس. فاللي هو بقى ايه اول مره برضو، كان بالنسبه لي يعني اللي هو انا خايفه بقى اللي هو انا اكسفهم وكده، او اللي هم يرجعوا يقولوا لي بقى هم بياكلوا هو ايه ده، فاهمين. فكنت بحاول على قد ما اقدر ان انا اخد بالي بالذات من السمك الصغير علشان يستوى من جواته، وعلشان كمان ما يتشعوطش مني. هو في الاول خالص اول ما حطيته احمر، بس انا قلت بقى ايه هو احمر بس من جوه ما استواش. فلازم اهم حاجه السوا، ما يهمه يعني عادي، ممكن يبان كده من بره ان هو اتحرق، بس مفيش مشكله، المهم ان هو يستوى. هو كده كده معروف ان السمك بيبقى فيه ايه شكله ان هو يدي ان هو محروق كده، فاهمين، لكن هو اصلا بيبقى كده ان هو استوى. طبعا بقى هنا كان واخد معايا وقت، اللي هو بقى ايه مش اللي انا خلاص بقى ان انا هشوي سمك وخلاص وعلى كده، لا. وعايزه اقولكم ان الصاجه كمان كانت صغيره، كانت على قد العين بتاعه البوتاجاز، فيعني ايه 7-8 سمكات كده يدوب كانوا دور. طبعا عايزه اقولكم بقى ان اللي اهم من السمك تحديقة السمك، اللي بتخلي طعم السمك وحلاوه كده للسمك، التحديقه بتاعه السمك تتعمل ازاي بقى. انا طبعا هعملها معاكم. قرنين فلفل من اللي هم الخضر دول، على الحمر، على اللي هم الطوال دول اللي هم الحراقين، على فصين 3-4 كده توم، على ليمونتين 3. واديله ادي بقى كده في الخلاط او الكبة، او لو ما عندكيش ده ممكن اللي هي تضربيهم في الهون مع شوية ملح مع شوية ايه بهارات وكده، وشوية مية عليهم، وبس بقى على كده. دي الدقة بتاعة السمك. ولو انت بتحبي الشطة وكده حطي شوية شطة برضو بيخلوهم طعمها حلو يعني وكده، بس دي الدقة.
ولو عندك مثلا يا ست شوية شبت وكزبرة حطيهم برضو عليهم واخلطيهم مع بعض. برضو ديت الدقة بتبقى ايه لما كده، آم، يعني ايه لما اللي في التلاجة فلفل بقى وتوم وليمون بقى وكده يعني فاهمين، وشبت وكزبرة الموجود عندك حطيه في الدقة دي وظبطي عليها، لان هي اهم من السمك. لو ما حطيتهاش وما ظبطتهاش ما ظبطتيش عليها يعني وكده، السمك هيطلع دلع ومش هيطلع حلو ومش هيكون ليه طعم يعني وكده. هنا بقى يا جماعه سبت السمك على النار، ما انا مش هفضل واقفه قصاده، بقول لكم بياخد وقت كتير عما بيحمر، فمش هفضل واقفه قصاده. رحت عملت بقى الرز، قلت اسيب الرز بقى يتردد قصادي كده عشان ابقى برضو واخده بالي منه. عملت كده الدقيه ديت، احنا 3 بس، انا وبابا وماما بس، فيا دوب وكمان والله العظيم بيكفي وبيترمى كمان. فيا دوب الدقية دي وقمت حاطاه بقى على البوتاجاز كده زي ما انتوا شايفين. وهنا بقى كنت لسه بقلب في السمك بتاعي. عايزه اقول لكم ان انا اتفاجئت اول ما شفت السمك الصغير ده. انا بحب السمك الصغير برضو عن السمك الكبير، بس اللي هو انا بقى ايه، السمك الصغير اخد معايا وقت، وانا كنت فكره بقى ان السمك الكبير واحط السمكتين كده بقى على الصاجه وخلاص وهريح دماغي. ماما قالت لي لا، هخليكي تعملي السمك الصغير ده وبعد كده هخليكي تقعدي على الفرن اللي هو الكبير وتتعلمي وكده، لان انا ما يعني موضوع ان انا مثلا اقعد على الفرن وكده لا، ماما هي اللي بتقعد وكده. وكمان موضوع الذبيح وكده ما بعرفش برضو. ماما هي اللي بتعمل، ربنا يطول في عمرها يا رب وتفضل كده دايما موجودة وهي اللي تعمل، مش عايزة اتعلم، هي اللي تعمل. طبعا بقى كده يا جماعة، ده تاني دور كنت بطلعه زي ما انتوا شايفين كده. اصبروا وشوفوا بقى النتيجة الاخيرة، اصبروا. طبعا دي تالت دور بقى كنت بحطه في الرد اهو كده زي ما انتوا شايفين، وبقلبه قلب كده واقوم حطاه على الصاجة. طبعا الصاجة كانت سخنة زي ما هي والنار عالية عليها وكل حاجة، انا ما عملتش فيها اي حاجة، انا سايباها لسه زي ما هي، يا دوب انا شلت السمك بس. وهنا بقى كنت بحط السمك اللي هو الدور التالت، الدور التالت زي ما انتوا شايفين كده. هو سمك صغير، بس عايزه اقولكم بقى ان كان سكر 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 سكر، وطبعا انا اللي عاملاه يعني فاكيد هيبقى سكر. طبعا هنا بعد ما خلصت كميه السمك بقى كلها، طبعا الدقه دي اللي انا عملتها معاكم بقى، اللي هي زي ما قلت لكم فلفل وثوم وليمون وملح وبهارات وكده. طبعا انا بقى هنا كنت بقى خلص بقى حطيت السمك في الدقه، وما بطولش يا جماعه يعني، يا دوب اول ما بحطه كده في الدقه بقوم شايلاه تاني، لان الدقه دي ميه وكده وانا مش عايزه السمك يتهرق، هو السمك صغير اصلا لوحده فمش مستحمل اصلا، تمام. فكنت بقى يا دوب بحطه من هنا واقوم شايلاه بقى على طول بليمون وبحاله وبفلفله وبتومه بكله على بعض وكده، سكر سكر. قلت لكم اللي اهم من السمك التحديقه بتاعه السمك. وبس ده كان بقى الفيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم والسلام عليكم.